ساعات لما باجي اعمل فيديوهات، خاصة الفيديوهات اللي هي مش علمية، مثلا تذكرة لحاجة، نصيحة، بقعد اقول لنفسي هو انت بتعملي كده ليه؟ يعني ليه بتعملي الفيديوهات دي؟ ما كل الناس عارفين ان هما مثلا المفروض يستغلوا وقتهم، ما كل الناس عارفين ان هما مثلا المفروض يتقوا ربنا في شغلهم، واتفر بقى ايه الحاجة. ف ولكن جه في بالي ان ما احنا كلنا عارفين ان احنا نهايتنا الموت. يعني ايا كان مين فينا في ديانة ايه، يعني واتيفر بقى، انت مثلا مسلم، مسيحي، يهودي، ايا كان، اكيد شفت حقيقة موجودة في الحياة وهي الموت. ومع ذلك كلنا او معظمنا بنتصرف تصرف في الدنيا المخلدين، اللي هو انا بتصرف كأن انا متبت هنا في الارض دي، ماسك فيها. حتى الناس اللي هم مثلا بياخدوا بالهم الحمد لله وعلى درجة من التدين، ups and down برضو. فالحقيقة ان احنا محتاجين نفكر بعض بالصح والغلط، وان احنا فعلا المفروض نأمر بعض بالمعروف وننهي عن المنكر بالاسلوب وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. فتعالوا نذكر بعض، يعني مفيش مشكلة ان احنا نذكر بعض بالحاجات الصح في وسط كل الغلط اللي احنا بنشوفه. فانا مش هوقف خلاص فيديوهات التذكرة، مش هوقف خلاص فيديوهات النصايح. واتمنى، انا بحب الناس تنصحني برضو، يعني انا بشوف النصايح طالما هي باسلوب لذيذ، واي نوت. انا عايشه اتعلم واعلم وكل حاجه، فبالنسبه لي لذيذ قوي ان حد يفكرني بالصح. وعلشان كده المفروض نصاحب ناس صح عشان يفكرونا بالصح اللي المفروض نعمله. بس